صباح الورد، صباح الفل، صباح الطاقة الإيجابية، وكمان صباح التوفيق. معادنا النهاردة مع فيديو مشتريات لحوم الأسبوع بأرخص الأسعار. متابعة قمر قالت لي يا دودو أنا عايزة مشتريات لحوم الأسبوع بأقل من 150 جنيه، بأقل من 150 جنيه. عينيا، عملتلك مشتريات الأسبوع من اللحوم ب135 جنيه بس. تابعي معايا الفيديو وتشوفي احنا جبنا ايه. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتدوسي كمان على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا ننزل السوق سوا ونشوف اشترينا مشتريات لحوم الاسبوع ب 135 جنيه. مشتريات كمان العلافه او العطار او السوبر ماركت، حاجات بس كانت ناقصاني بس اقتصاديه. يعني لو ميزانيتك اسبوعيه الفيديو ده بصي هتندمي لو ما شفتوش. دوسي بقى اللايك عشان اللايك اللي بيرفع الفيديو عشان غيرك يستفاد من الميزانيات اللي انا بنزلها. يلا بينا نروح مع بعض السوق ونشوف اشترينا ايه. مشتريات السوق النهارده، تعالي بقى نشوف هنشتري ايه من تحت. عايزين نجيب لحوم وعايزين كمان رز ومكرونه وكمان خضار. تعالي بقى نشوف كده، بس المره دي بقى هننوع في اللحوم بتاعتنا. يعني ما نشوف كده، هنروح بقى عند الراجل بتاع الفراخ ونشوف يا ترى هنجيب ايه النهارده بقى. يعني اما نشوف، ممكن نجيب لحمه مفرومه، ممكن نجيب اجنحه، دبابيس، مش عارفه لسه. نروح نشوف الاسعار ونشوف هنجيب ايه، وهنجيب بقى الحاجه اللي تكفينا الاسبوع بتاعتنا. فلازم تعرفي تظبطي المصروف بتاعك، اكتبي قبل ما تنزلي في ورقه وقلم هتجيبي ايه. تعالي بينا كده، قربنا نوصل اهو ونشوف هنجيب ايه مع بعض. تعالي بقى نشوف جبنا ايه من مشتريات اللحوم. زي ما قلنا كده في بداية الفيديو، مشتريات لحوم الاسبوع ده 135 جنيه. تعالى بقى اوريكي عملي بالمشتريات، يا ترى لحوم الاسبوع جبناها ايه وهتكفينا كمان قد ايه. ما تنسينيش بقى في اللايك. اول حاجة طبعا الفراخ رخصت يا بنات، بقت حلوة جدا الحمد لله، اسعارها بقت عن الاول. دي يا بنات اجنحة اهي، بصوا الجمال. طبعا دي مغسوله وشلت منها بقى ايه الحته اللي بتبقى من بره دي اللي عامله زي الضفر او الجناح، لان دي بتزفر الاجنحه معايا، فما ينفعش ان انت تاكليها او تسلقيها او تعمليها ايا كان، هتعمليها في صينيه بطاطس او اي حاجه يبقى فيها الحته اللي هنا دي. اهي يا بنات الاجنحه اللهم بارك. الكيلو عامل كام يا دودو؟ عامل 45 جنيه. يا بلاش اما تعملي وجبه لحوم 45 جنيه، يا بلاش. دول قد ايه؟ دول 2 كيلو ب90 جنيه. 90 جنيه 2 كيلو من الاجنحه. تقسميهم براحتك، انا هقسمهم على يومين، يعني هعمل كيلو مره واحده. في ناس اسره بسيطه بتعمل على مثلا ممكن تخلي ال2 كيلو على 3 مرات. بصي براحتك خالص، التقسيمه دي بتاعتك انت، كل واحده عارفه اسرتها قد ايه وبياكلوا قد ايه وايه اللي بيبقى نفسهم فيه. يبقى كده الاجنحه بتاعتي مغسوله كويس قوي. بصوا بقى الجمال، يا اما هقطعها كده يا اما هخليها كده، وهنشوفها برضو في فيديو تاني هنعملها مع بعض بطريقه حلوه جدا بقى واقتصاديه، وكمان هتوفر معاكي كتير. يبقى اول حاجه ادي 90 جنيه. جبت ايه تاني يا دودو؟ جبت بقى اللحمه المفرومه الاسبوع ده من اللي هي الاكشاك، اهي يا بنات اللي هي من امان، من بتاعه الاكشاك اهي يا بنات. الطبق ده ب45 جنيه، حياه ربنا ب45 جنيه. ممكن يبقى اقل من الربع كيلو سيكه، بس هيكفيلك غدوه ولا لا؟ هيكفيلك، ما اشتكاش والله العظيم، ما في حاجه اشتكت. ده مره وده مرتين، ادي 3 مرات. 3 مرات معانا لحوم و4 مرات هنقضيها اقتصادي. بما ان المدارس خلاص داخله على الابواب، طبعا بنحتاج الكتب وبنحتاج الحاجه والدروس، فنظبط بقى الميزانيه بتاعت الشهر دي او كل اسبوع علشان المدارس يا بنات. يبقى ميزانيه لحوم الاسبوع ده بكام يا بنات؟ 90 و45، يبقى كام؟ زي ما قلنا في اول الفيديو 135 جنيه مشتريات لحوم الاسبوع بتاعتنا. تعالي نشوف جبنا ايه تاني او هنعمل ايه تاني النهارده. تعالي بقى نشوف اشتريت ايه تاني، ايه الحاجات اللي كانت عندي وايه الحاجات اللي انا كملت عليها اجيبها. بصوا يا بنات الخضره
الناس كلها بتتكلم على الخضرة. ايه ده؟ بصوا، دي ربطة خضرة يعني، مش عارفة. الحمد لله. بس بصي بقى البقدونس ما شاء الله عليها اهي. المهم يا بنات، الكام ربطة الحلوين دول ب15 جنيه. هو قال لي الاربعة ب10 اهو. الاربعة ب10 دول كام واحدة اداهم لي بال15؟ 1 2 3 4 5 6 كده، يبقى مظبوط ولا ايه؟ المهم اللي انا جبت دول ب15 جنيه. ليه؟ عشان ان شاء الله باذن الله ناويه يعني، والنيه لله كده اني اعمل محشي. فقلت اجيب الخضره واغسلها واقطعها واشيلها عندي في الفريزر، عشان اما احتاجها اطلعها على طول، لان كتير اصلا مش بتبقى موجوده تحت. مش عارفه ليه شحه من السوق يا بنات. المهم جبت ايه؟ الخضره القمر بتاعتي. كمان كان ناقصني خل اهو يا بنات. جبت ازازه خل ب10 جنيه. جبت ايه كمان؟ جبت الصلصه دي اهي، اسمها ناردينو ولا نارجينو، ناردينو. دي يا بنات ب15 جنيه برضو. بصي يعني الخل ب10 والصلصه ب15 جنيه. فقلت بقى توفير بقى عن ايه المنتجات التانية ب25 وب30. الحمد لله. جبت كمان مكرونه. جبت مكرونه، هي دي مشتريات الاسبوع. انا جبت كيلو الا ربع مكرونه. لو احتجت ان انا اعمل يوم تاني مكرونه في الاسبوع فهجيب برضو كيلو الا ربع. بتجيبي كيلو الا ربع ليه يا دودو؟ كيلو الا ربع بيبقى كتير، عشان بخلي منه مثلا حبه للعشاء، لكن لو احنا مش هخلي للعشاء هيبقى نص كيلو بس انا بخلي حبه للعشاء. فقلت ايه خلاص كيلو الا ربع. لو احتجت كيلو الا ربع تاني هجيبه، بس انا جبت ب15 جنيه. هي قالت لي الكيلو ب22 جنيه، بدل ما اقول لها هاتي بقى كيلو الا ربع ب16 جنيه ولا 16 ونص، ما فرقتش الجرامين 3 دول. فجبت ب15 جنيه يعتبر كيلو الا ربع. جبت كمان رز اهو. جبت كيلو من الرز اهو. وانا عندي هنا في البيت كيلو تاني، يعني انا عندي كمان كيلو تاني. الكيلو ده ب24 جنيه بجيبه نصين، وانا الحمد لله اللهم بارك عندي كيلو. عندي كمان شعريه، انا ما اشتريتش شعريه اهو. بصوا طلعت الشعريه من عندي قبل ما انزل. طبعا دي فايده ان انتي تفرزي دولاب الخزين قبل ما تنزلي. قبل ما نزلت قلت اشوف عندي شعريه ولا لا. انا بحسب الحبه دول بس، لقيت اللهم بارك بصي بقى عندي دول كمان ما فتحتهمش، يبقى انا كمان عندي شعريه. ولقيت عندي كيس لسان عصفور ما بستخدموش كتير. بصي بقى جبت كمان كيس ملح ب2 جنيه. لو انت بقى زي حالاتي مش بتاخدي تموين وبتحتاجي بقى زيت وسمنه وكده، انا جبت كيس سمنه قوت القلوب دي. الكيس ده يا بنات ب35 جنيه، هيكفيكي كمان اكتر من الاسبوع. بدل مثلا ما انا اجيب واحده كبيره، انا بقولك يعني لو ميزانيتك بالاسبوع فخلاص ما تجيبيش بقى واحده كبيره وهاتي بقى ايه كيس سمنه. كان عندي بقى بقيه الزيت، يعني انا عندي زيت اهو، يعني ممكن يكفوني دول الاسبوع، مش هحتاج هما مع السمنه خلاص ادام دول ما عندي. لو انا مش عندي ممكن كنت انزل اجيب نص كيلو زيت لو انا مش معايا. يعني بديكي افكار بدايل. مش عندك مثلا تموين خلاص اجيب نص كيلو زيت، اجيب كيس سمنه زي ما انا جايبه، اجيب كيس سكر صغير. في سكر كمان بيتباع بالكيلو يا بنات، يعني العطار قولي له انا عايزه السكر السايب، في سكر سايب عايزه ب10 جنيه بيديكي، عايزه نص كيلو بيديكي، عايزه ربع كيلو بيديكي، انت فاهمه. فتحاولي تظبطي الحاجات بتاعتك او الاسعار بتاعتك. دي بقى مشتريات الاسبوع يعتبر من العلافه. عندي ايه؟ عندي فلفل اسود، عندي بابريكا، عندي ايه تاني اللهم صل على النبي، عندي عدس اصفر. مش هجيب عدس بجبه الاسبوع ده عشان عملت كشري الاسبوع اللي فات، فمش محتاجه الاسبوع ده. كنت برضو لسه عامله لوبيا فمش هحتاج اللوبيا الاسبوع ده. فالحاجات دي بتجيبيها من عند العلاف صح ولا لا؟ او العطار. كيلو الرز عندي كيلو عليه. مكرونه لو عوزت هحتاج هجيب كيلو الا ربع تاني مكرونه. انا كده مش محتاجه تاني خالص حاجه من عند العطار. لو احتجت دقيق ممكن اجيب نص كيلو دقيق لو احتجته اعمل كيكه بشاميل او حاجه هجيب ربع كيلو، هجيب نص كيلو لو احتجتهم. لكن انا عرفت قبل ما انزل ان انا هجيب فعلى اساسه ظبطت الميزانيه بتاعتي. انتي فاهماني؟
طبعا جبنا بقى مشتريات اللحوم اللي هي هتكفينا مثلا 3 ايام. لو جبت حاجة تاني انتوا هتشاركوها معايا ان شاء الله باذن الله. وادي كده كمان المشتريات بتاعة العلافة او العطار. كده يا بنات يبقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص. ولو عجبك الفيديو وعجبتك بقى القناة ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. واسيبكم في حفظ الله. باي باي احلى امارات في الدنيا كلها. ما تنسيش اللايك يا اماراي. باي باي.